كمان حاجه نسيت اقولها في الفيديو، كتيب المفاهيم. كتيب المفاهيم ممكن هيساعدك بس مش قوي، مش يعني ما تعشمش فيه بنسبه 50 60، لا انت تعشم فيه بنسبه 40 50 لكن مش هيوصلك لنسبه 98 انك تعشم فيه، مش زي الفيزياء او مش زي الكيمياء، لان الكيمياء فيه معادلات والفيزياء فيها قوانين. هو انت مثلا هيساعدك شويه في الكلمات، هتلاقي فيه شويه كلمات، هتلاقي فيه شويه جرامر بس بسيط، لكن انت ممكن تعتمد عليه لو الجمله وقفت قدامك، فانت مالكش حل غير ليه، لان انت كده كده احنا متعودين يا صديقي من اول الامتحانات انت مش هتغش. طيب عاوز اوجه كلمه بقى للناس اللي عماله تنتقد. انا والله لا انتقادك ولا بيفرق معايا ولا بيفرق مع حد، انا بسيبك تنتقد وبشوف رايك وبشوف ان انت، وفي ناس داخله تشتم عادي جدا، تقبل الشتيمه وتقبل كل حاجه وعادي، وبس كده. ازيكم عاملين ايه؟ ربنا دايما تكونوا بخير واحسن حال. معاكم دكتور فراس رجب. بما ان النهارده السبت وبكره لحد امتحان الانجليزي، فانا عاوز اتكلم بس يعني الفيديو هيتقسم لنصين، نص يتكلم عن اخطاء الفيزياء واللي حصل ومش هيطول دقيقه او اتنين وعشان ما اضيعش من وقتك، والنص التاني هكلمك عن الانجليزي والتسريب الحلال اللي باذن الله رب العالمين او الحاجات اللي هتيجي. عاوز بس انوه عن حاجه، بكره الحد هتلاقي كورسات الكيمياء اتعملت، فانا باذن الله اسيب لك كورس الكيمياء عشان تعرف التفاصيل بتاعته، او عشان تعرف ايه الدنيا او ايه اللي هيتم او ايه الحل اللي هيحل. يعني احنا باذن الله هنحل معاكم امتحانات سنين 7 ونماذج استرشاديه، وهنعمل معاكم شغل جامد جدا، وهنراجع المنهج مره كامله وفي وقت قياسي، وافهمك الدنيا رايحه لفين. فهسيب لكم الرقم تتواصلوا معاه، الرقم ده تتواصلوا معاه ويقول لكم التفاصيل كلها باذن الله. طب اول حاجه كده اخطاء الكيمياء، دكتور احمد بركه قال ان هو، او مستر احمد بركه قال ان هو مفيش اخطاء في الامتحان. طيب طالما هو قال مفيش اخطاء في الامتحان، يبقى انسى ان اللجنه بتاعه الفيزياء تطلع تقول ان هو هيحط لكم درجات. هو السنه اللي فاتت لما طلع 1000 سؤال في عليه خلاف او غلط بدرجتين دفعه 2024، وفعلا وزعوا الدرجتين على الكل. فهو اللي بيعتبر لما بيقول كلمته الوزاره بتبدا تتحرك. هو قال مفيش غلطات، يبقى انسى واستعوض عند ربنا، واللي حصل حصل. طيب عاوزك بقى الانجليزي والتسريب الحلال ليه باذن الله رب العالمين. عاوز برضه اقول لك حاجه عن الانجليزي والحاجات اللي هي متوقعه تيجي باذن الله. اول حاجه كده، في ناس بتنتقد على القناه بتقعد تشتم، فانا يعني بسيب لكم انتوا حق الرد، انا مش هرد على حد، واللي يشتم من عفا واصلح فاجره على الله. يعني انا بسامح وبعفو، اشتم من اللي انت عاوز تشتمه، انا الحمد لله رب العالمين. طالما في حد بيشتم وحد بينتقد اعرف ان انا نجحت الحمد لله. في واحد يقول لي نصايحك مالهاش اي 30 لازمه، انت انسان تافه، انت في علاج طبيعي بتعمل ايه؟ ولا يفرق معايا، انا ماشي في طريقي عادي جدا، واللي ينتقد ينتقد، ومن عفا واصلح فاجره على الله. انت اذنب بقى واعمل معاصي واشتمني وانا اخد حسنات، وانت في ايام اصلا انت بترجو فيها رحمه ربنا، فمع نفسك بقى مع نفسك. هكمل دلوقتي في الانجليزي. اقول لك على اول حاجه، هافينج زائد البي بي دايما بيجي كل سنه، بيفور وافتر، ركز على اللي بيجي بعدهم سواء ماضي تام او ماضي بسيط، ركز على بيفور وافتر وهافينج زائد البي بي. طيب عندك كلمات، مفيش حاجه متوقعه للكلمات، هو بيجيب لك كلمات ولكن ساعات بيركز لك كلمات على اخر الوحدات. تركز معايا في الكلام، بيركز لك كلمات على اخر الوحدات. يعني ايه؟ هو عارف ان انت هارس اول 6 وحدات طول السنه، سواء ترم اول، سواء مراجعه الترم الاول، سواء معسكر الترم الاول، ولكن هو عارف الكلام ده، فبيبدا ان هو يركز لك كلمات من اخر المنهج. فانت ركز على كلمات 12 11 كلمات دي، يبدا يركز عليها. طيب وكذلك الجرامر برضو، ولكن اقول لك دلوقتي على حاجه الجرامر. الافعال الاصطلاحيه مهمه جدا مهمه جدا مهمه جدا. الافعال الاصطلاحيه وحروف الجر اللي بتيجي مع، لانه بيركز عليها. يعني الفعل الاصطلاحي ده، يعني مثلا جو تو، جو اد، تو اد دي بتختلف في ترجمه الكلمه، فانت حروف الجر يقول لك جو نقط، هو بيسيبك بقى سايح. حروف الجر دي لو انت مش عارف معنى الفعل هيتوهك. يعني مثلا الافعال دي لو انت مش عارف معنى الفعل هيتوهك، لان الجمله بترتب على كده. فعاوزك تحفظ الافعال الاصطلاحيه بالحروف الجر بتاعتها صم زي اسمه. طيب عاوز بقى اتكلم عن كمان حاجه، يعني عشان ننهي معاكم الفيديو سريعا. عاوزك تركز على امتحانات سنين 7. بص، امتحانات سنين 7 يعتبر هي التسريب الحلال من الاخر. امتحانات سنين 7 افكار بتتكرر كل سنه، والحمد لله الموجه ما بيجيبش حاجه متعنته او امتحانات معقده بقاله 3 سنين، 2022 و2023 و2024. ده الدفعات دول الحمد لله كويسه، ونرجو من الله ذلك ان يكون دفعه 2025 برضو على نفس النهج، يعني على نفس الناس تخرج مبسوطه. على فكره انا بس حابب اقول حاجه، الموجه اللي بيتقي ربنا في الطلبه وبيعمل امتحان حلو بياخد دعوات من الاهالي ياما، بياخد دعوات كده كويسه، ربنا يصلح احوالك، ربنا ييسر امور. اما اللي بيجي امتحان والله في فكره زي في الفيزياء متوسط الاقطار دي، والحاجات التافهه او الالفاظ اللي هي بتعقد الطالب او مالهاش لازمه، بياخد دعوات برضه ياما من الناس ومن الاهالي ومن الطلاب ياما، بس عليه بقى يقول لك ربنا ينتقم منك، ربنا حسبنا ونعم الوكيل، ويقعد يتحاسبون عليه. فانا بس دي حاجه بس حابب اقولها.
انت اتفزلك في الامتحان براحتك، ما تتفزلكش في لفظ. هات الامتحان فيها فكره زي الازهر كده، الامتحان كان فيه فكره، بس ما تجيبش حاجات غلط او ما تجيبش الفاظ تصعب على الطلبه امورهم بس. ده اللي حابه. طيب ركز على امتحان 2024 و2023 و2022 والنماذج الاسترشاديه. انا بقول لك ما تركزش على النماذج الاسترشاديه قوي، ولكن امتحانات السنين السابقه هي اهم. في الفيزياء جه اربع اسئله، ولكن من كام؟ 4 اسئله النماذج الاسترشاديه من 560 سؤال اللي هم حوالي 12 نموذج. فانا عاوزك تركز على امتحانات السنين السابقه، هم 3 امتحانات حوالي معاك 120 سؤال، يعني هيجي منهم باذن الله افكار كويسه، وان الكلمات ما تقدرش تتوقع عليها حاجه. اما الجرامر بيجي الافكار دايما بتاعت كل سنه بيبدا ان هو يلعب لك عليها، بيزود فكره 2 بس. امتحانات السنين السابقه هي الاساس. دي تسهيل الحلال باذن الله رب العالمين. عاوزك تركز في مراجعات نازله، انا برجع لك دكتور عمر السخاوي، ربنا يبارك في عمره يا رب. وعندك كلمات برضو نازله كاهم الكلمات لدكتور عمر السخاوي. فانا عاوزك تركز في الامتحان بتاع بكره، هو ساعتين. وعاوزك تركز في حاجه اهم 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 اهم، ان الامتحان ABCD مش الف ب ج د، يعني ان انت هتظلل من الشمال لليمين. فانا عاوزك تركز في كده عشان ما تلخبطش وترجع تقول انا بقول لك اهو نوت. اللهم بلغت، اللهم فشهد، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم يا احباب قلبي.